السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عمر تيفي. اليوم سوف نتكلم عن جبال الأوراس وبين وديانها وروعة وصلابة أحجارها. سوف نتكلم عن معركة الجرف 1955 في الجزائر. كأن أبواب جهنم فتحت في وجوهنا. واحد المعركة وقعت في الجرف. وين جاي الجرف هذا؟ وين؟ هذا ما تخافش. في تبسة. تبسه. هذاك بيجار كان بالنسبة إليهم حاجة كبيرة. جا تما ولقى رجال يستناو فيه. خلى كلمة قال لهم بدات المعركة كأن أبواب جهنم فتحت في وجوهنا. الرب يا المعركة كانت قوية، كأن أبواب كأن أبواب الجهنم فتحت جهنم فتحت في وجوهنا. في هذيك المعركة الصغار جبدوا عليه أو سلك برك، ضربوه كان في الجرحى وهربوه وسلك. كأن أبواب جهنم فتحت في وجوهنا. 57 900 وألف. 1955. راه ملي المجاهدين كيكونوا صافي ناويين، فهمتي، راه ما كيخافوا من حتى حاجة. يكونوا موكلين على الله، توكل على الله وقدام. يعني ما يرجعش اللوري، راه مجاهد قدام صافي، توكل على الله صافي. هاي راه 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 يا يحرر الوطن يا يموت. والخسائر اللي كبدوها المجاهدون المسلمون الجزائريون اللي كبدوها في هؤلاء بقات الذكرى في التاريخ. اللي يكتب التاريخ يجي الى معركه الجرف يقول لك الشيء اللي داروا فيه ما كاش منها، فهو واقع. طيارات في السماء ساقطه محطوطه في الارض. كأن أبواب جهنم فتحت في وجوهنا. وكانوا الجيش الفرنسي كان كثر من الجيش الجزائري. انتم المقملين، انتم العصار حبيت انت يا الراعي، انت حبيت تخرج فرنسا. الحلف طلع خضر الشعوب، خضرهم باش يديروا. باش نعسوا. هذا هو اللي واقع عن فلسطين دابا. يقول لك كيفاش مجموعه صغيره تغلب جيش قوي ومش عارف. خ- راه غيغلبوهم، فهمتي، راه غيغلبوا. واخا يكونوا غير 5 6 راه غيغلبوا. مهما انتينا على الحق، بقى صابر على الحق. خوشي، فرنسا كبيرة عليكم. فرنسا الثقافة والحضارة. فرنسا جات تقريكم وتقري ولادكم. ولكن على باطل. التخدير ماشي غير في الحبوب المهلوسة، كاين بزاف امور الخرافات. شهادة جميلة من الشيخ. معركة الجرف الكبرى واستراتيجية الانقضاض الجبلية. من أهم المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني في العام الأول للثورة التحريرية، أصبحت تدرس تكتيكاتها العسكرية بأكبر المعاهد والأكاديمية العسكرية العالمية. أطلق عليها قادة جيش التحرير الوطني استراتيجية الانقضاض الجبلي. هو الجبل وتضاريس الجبل في أوراس يمكن هو اللي ساعد الأبطال المجاهدين بزاف. الجرف منطقة جبلية تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب تبسة. كانت شاهدة على واحدة من أشهر المعارك بين جيش التحرير والمستعمر الفرنسي. في خريف عام 55 أثار عقد جيش التحرير الوطني لقاءات للتعريف بالثورة التحريرية بمنطقة رأس الطرفة بالقرب من جبل الجرف غضب المستعمر الفرنسي، فقرر الانتقام. في 22 من سبتمبر من العام ذاته طوقت القوات الفرنسية جبل الجرف بأعداد كبيرة وحاصرت مواقع المجاهدين. 40,000 عسكري فرنسي
في مواجهة 300 مجاهد جزائري فقط. 4000 عسكري فرنسي في مواجهة 300 بس، 300 فقط، 300 جندي جزائري. فرق العدد شائع جدا، فرق كبير. تحت قيادة المجاهد الأزهر شريط. الازهر شريط هذا عملت عليه فيديو، عرفتنا ما تجبروه هنايا، دخل شوف. شريط كان يعلم أن العدو يفوقه قوة وعددا، فوضع الخطة المناسبة. بدأت المعركة. حاول العدو التقدم إلى المواقع التي يسيطر عليها المجاهدون دون جدوى. عناصر جيش التحرير يستبسلون. استبسال المجاهدين أرغم الجانب الفرنسي للدفع بأعداد أكبر في الأيام الموالية، مستعملا سلاح المدفعية والطيارات والمدرعات ووحدات المشاة. استغل المجاهدون الظروف الطبيعية والمناخية للمنطقة. هي اللي قلت لكم انا، الجبال ساعدهم بزاف، تضاريس المنطقة ساعدات. الاعتماد على أسلوب الكر والفر وتقسيم والله الأفواج إلى والله مجموعات سبحانه وتعالى ما خصناش نساوي. صغيرة. استدرجوا العدو إلى الكهوف والصخور، وهو ما أربك القوات الفرنسية. ومع مرور الأيام أرهقت قوات العدو الذي تيقن أن المعركة خاسرة. وفي محاولة يائسة أمطر الفرنسيون منطقة الجرف بقنابل الطائرات وقذائف المدفعية والدبابات، لكن دون جدوى. وبعد 5 أيام من بداية المعركة تمكن جيش التحرير من فك الحصار. الحمد لله. انسحبت القوات الفرنسية بعدما تكبدت خسائر في الأرواح قدرت ب700 عسكري، بينما استشهد 120 جنديا جزائريا. انتهت المعركة. 5 أيام معركة طاحنة. المجاهدين الجزائريين قاوموا، الله كان معاهم. معركة بقت في التاريخ. جيش 40,000 جندي فرنسي ما قدرش على 300 مجاهد جزائري. التي حيرت كل من قرأ عنها وخلت الله كان معاهم. اسم الأزهر شريط مهندس معركة الجرف الكبرى. خصني نعمل شي فيديو رائع على المجاهد هذا الجهر شريط. دي بروحي أراضينا. شكرا حيت شفتوا الفيديو. كان معكم عمر من قناة عمر تي في. قبل ما تطلع لايك، تشترك في القناة وتهلا.